إليك يا مولاي. يا أبا عبد الله الحسين يا رحمة الله الواسعة، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق، وسرى بالأهل والصحب أبو عبد الله المطرود من حرم رسول الله، وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق، يقطع البيداء مجدا قاصد البيت العتيق. اطلع بس من مكة يا أبا عبد الله، اطلع بس بالك تضمك مكة، اطلع وإلا قتل. والله لو داخل جوف الكعبة إذا ما تطلع، والله لو داخل جوف الكعبة يخضبوها بدماياتك. اطلع. ما أهون الدنيا على الله. وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق، يعني ملحوب الواضح. قال له بعض أهل بيته يا أبا عبد الله لو تركبت الطريق كما فعل ابن الزبير، لأن ابن الزبير لما طلع من المدينة ما صار على الطريق الواضح، صار على الطريق الأعوج متخفي متكتم ما يريد أحد يشوفه. قال له ليش ما تصير غلط مثل ما تتنكب الطريق مثل ابن الزبير، نخاف يلحقوك الطلب. فقال أبي الضيم لا والله لا فارقت الطريق الأعظم أو أنظر أبيات مكة أو يقضي الله ما هو قال. إن نفس أبيه لبين جنبيه أبو عبد الله. يا أخي خلينا نرفع رؤوسنا بهالحسين هذا، نرفع رؤوسنا. وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق، يقطع البيداء مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة. قرت عيونكم يا شيعة الحسين، تيسرت الأنصار للحسين، تيسرت الكوفة بقضها وقضيضها التفت بالحسين ابشروا لا إله إلا الله. يقطع البيداء مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين بينما السبط بأهله مجدا بالمسير. وإذا يلا افتح قلبك، ترى الأيام راحت صرمت يا ختام بالخير.
تختم بالخير إن شاء الله. ما نسينا كلامي البارحة العام الماضي. قلت العام الماضي في ناس يشتركون ويانا في المجلس وراحوا، ما غاد عليهم مثل ما غاد علينا. قلنا العام الماضي الليلة 4 من المحرم ويانا ناس يشتركون في المجلس وما أدركوا الليلة 4 من هذا العام. زين، تبين لا وين العام الماضي العام الماضي ليلة 4 محرم إلى هالسنة ليلة 4 محرم 12 شهر. البارحة ويانا واحد من الرجال الأخيار اللي يشاركون في المجلس، محمود رحمة الله عليه. البارحة موجود هني. والله بعد ما كنت أدري، ما دريت أنه مات. البارحة موجود، الليلة مو موجود. والله عليك هذه حياة تسوى من يغامر فيها بشرفه. تسوى من يغامر فيها بسلوكه. تسوى. البارحة ويانا في المجلس، الليلة يصلون لنا صلاة الدفن. اللهم تغمده بواسع رحمتك وجاوره بالحسين واخلف على فاقديه بالصبر الجميل. ولنقرأ له سورة الفاتحة. اللهم نور عليه ضريحه. اللهم واجه بينه وبين الحسين في هذه الليلة، ما يخالف. ولو الحسين بيواجهه وهو جثة بلا راس وبيتروق بعد، بيشوف الحسين جثة بلا راس بيتروق بعد، بيقول هذا أبا عبد الله جثة بلا راس، أنا دفنوني براسي وانت دفنوك بلا راس، انت جاي تروح علي وتونسني، روغتني وألمتني يا أبا عبد الله وحسينا. بينما السبط بأهلي مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينغم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم إن قدام مطاياهم وأولي عليهم، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت حياك الله حياك الله. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسين وحسين وحسين. سار الحسين من حرم الله
في اليوم 8 من شهر ذي الحجة الحرام يوم التروية، في الوقت الذي يخرج الحجاج فيه إلى منى ويباتون فيها ليلة 9، وهو مستحب مؤكد المبيت ليلة 9 بمنى. أما الحسين فيمم العراق، ما راح منى، وسار عليه الصلاة والسلام حتى بلغ التنعيم. التنعيم أدنى الحل. لو واحد يريد يعتمر عمره مفردة وهو في مكة وقد حل الإحرام، يطلع إلى التنعيم ويحرم ويعود إلى مكة. وبها لقي الفرزدق الشاعر، فهو يحدث الفرزدق الشاعر، يحدث يقول: حججت بأمي سنة 60 من الهجرة. طبعا هذه قالت لي: يا بني هالسنة الحسين بن علي بحج، وهذه حجة ما تنعاف، هذه راس مال كبير في العمر، فيا وليدي وديني الحج، خليني أحج بحج الحسين. قال: تأمرين يما. يقول: فبين أنا أسوق بعيرها حتى وصلت التنعيم فرأيت الحسين نازلا بها ومعه أسيافه وأتراسه. سألت: لمن هذا النزول؟ قالوا: للحسين بن علي. ها، الحسين بن علي طالع من مكة؟ قالوا: نعم. ما بيروح منى؟ قالوا: لا. قال: فأتيته، قلت: يا أبا عبد الله، ما الذي أعجلك عن الحاج؟ كيف يعني جايين بنحج بحجك، وهذه المرأة مسكينة أمي وياي تبغى تحج بحجك، فما الذي أعجلك؟ خاب الأمل، خاب أملنا يا أبا عبد الله، ما الذي أعجلك عن الحج؟ فقال الحسين: تقدر تسمعها؟ ما تقدر، أنا ما يخصني. لو لم أعجل لأخذت أو لقتلت. قال: ثم سألني عن الناس خلفه فأخبرته، قلت: يا أبا عبد الله، إن قلوب الناس معك وأسيافهم عليك، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل في عباده ما يشاء. قال الحسين: صدقت يا أخا تميم، لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم قال: إن نزل القضاء بما نحب فالحمد لله على آلائه، وهو المستعان على أداء الشكر. خلينا ناخذ من الحسين درس. إن نزل القضاء بما نحب فالحمد لله على آلائه، وهو المستعان على أداء الشكر. لأن إذا ينزل القضاء بما تحب وتهوى عليك أن تشكر. قال: وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان القصد نيته والتقوى سريرته.
قال ثم سألته عن أشياء من نذور ومناسك فأخبرني بها، ثم حرك راحلته وقال السلام عليك، وسار الحسين. وده عاد مسير الحسين شلون؟ مسير طويل وحافل بالعبر والدروس. وسار الحسين يجد السير، فحدث جماعة من فزارة وبجيلة قالوا لما قضينا حجنا خرجنا ولم تكن لنا همة إلا اللحاق بالحسين لننظر ماذا سيكون من أمره. اللي خارج مخلي الحج خارج. يقول قمنا نسير مجدين نسرع حتى أدركناه، فلما أدركناه أنفنا أن نسايره جنبا إلى جنب خوفا من أن يصيبنا من رشحه. هذا أصبح مخوف الحسين، اللي يتقرب من الحسين ويصير وياه تحت الخطر، هذا تعرض للخطر. فحاولنا أن نسير مبتعدين، هو يصير ناحية وإحنا نصير ناحية، وبيننا وبينه بعد بحيث لو واحد جاء من الكوفة من أعوان بن زياد وشافنا ما يقول إحنا ويا الحسين كان يصيبنا شيء. يقول إلى أن نزل الحسين منزلا لم يكن لنا بد من أن ننازله فيه. يمكن هذا المنزل فيه الماء، وإذا ما ننزل على فيها المنزل الماء بعيد ما نروح بعيد. فنزلنا في المنزل اللي نزل فيه الحسين لكن بعيد، بحيث لو جاء واحد من أتباع بن زياد وشافنا ما يقول هذول نازلين ويا الحسين. شوف لا إله إلا الله، شوف الخواتم، شوف الخواتم يا ختام بالخير، يا ختام بالخير. يقولون فبينا نحن جلوس نتغدى من طعام لنا وقد مد كل منا يده للخوان إذا برسول الحسين واقف علينا يقول السلام عليكم أنا رسول الحسين. قلنا وعليك السلام، وش تريد؟ قال أين زهير بن القين؟ قال فطرح كل واحد منا ما في يده من لقمة. ما قدر، كل واحد منا ما قدر يوصل اللقمة إلى حلقه من الخوف. الله يا عبد الله هالشكل، الله يا ابن الزهرة هالشكل، وش مسوي انت؟ وش مسوي تصير هالشكل بين ما انت امن الخايف، واذا تصير خوف الامن؟ لا اله الا الله. ومن جملتنا زهير طرح اللقمة من ايده وسكت. يقول هذا الرسول الحين يقول، واذا بصوت امرأة من داخل الخيمة تقول زهير أفا ميعادك، هذه ميعادك، تبطل تشاهم زهير. وهذا بعد رسول الحسين ابن رسول الله، أي واحد من العرب يوقف عليك يناديك توسعه إجابة. هنبى رسول الحسين بكبره يناديك وتسكت؟ مع الأسف ما أغتتها منك يا زهير. طلع المرأة، شوف هالمرأة، شوف هالمرأة حلوة. فكأنما نفخت في زهير روحا جديدة.
وقال: ها أنا ذا زهير، أمرك؟ قال: الحسين يدعوك، يريدك. يدعوني؟ قال: نعم. قال: تفضل. ومضى زهير مع الرسول إلى الحسين، ومهل شوية ثم عاد. الحين أصحاب زهير ديلين الفزاريين والبجليين كل واحد عيونه مصوبة في طريق زهير، ينتظرون مجيء شوي وإذا طلع زهير، لكن طلع بوجه غير الوجه اللي ذهب به. ذهب بوجه ورجع بوجه، رجع بوجه يجلله النور، تجلله السعادة. وصل إليهم فقال لهم: أصحابي، إذا أحد منكم إلى غلي دين أو إلى غلي تبعة أو غلي يقول لي ليش؟ قال: مو أنا عزمت على صحبة هذا الرجل الحسين، أريد صاحب الحسين أنا. هذا أنت وش تقول؟ قال: لا. قال: أنا بس شفت الحسين، تصورت رسول الله، بس طلعت وجه الحسين تصورت هذا يظهر غلي شايف الرسول. تصورت رسول الله. أصحابي أحدثكم غزونا بلنجر، بلدة من بلاد الخزر، ففتح الله علينا وأصبنا غنائم كثيرة ففرحنا. فقال لنا سلمان الفارسي أو الباهلي ولعله الأصح: أفرحتم بما أصبتم من الغنائم؟ قلنا: نعم. يعني ما تفرح؟ قال: بلى. قال: ولكن إذا أقول لكم إذا أصبتم شباب آل محمد فكونوا بنصرتكم له أشد فرحا منكم بما أصبتم من الغنائم. فاللي يريد يصاحبني يتفضل، واللي ما يريد يصاحبني السلام عليكم. ثم التفت إلى زوجته واسمها دلهم وقال لها: يا أمة الله، أنت مع أهلك وإنك طالق، اشهدوا. قالت: ليش يا زهير؟ قال: مو أنا غزمت على صحبة الحسين وما أدري وش يصير، ليش تقعد تعيشي مقلقة مع العلا؟ قالت: لكن يا زهير لي إليك حاجة. قال: قولي. طبعا هذه لما يقول لها طالق لابد معناه يعرف أنها في طهر لم يأتها فيه، والشهود موجودين. قالت: يا زهير لي إليك حاجة. قال: قولي. قالت: إذا كان يوم القيامة ولقيت أمك الزهراء لا تنساني، اذكرني عندها. قل لها تسلم عليك الفزارية دلهم وتسألك الشفاعة. والتحق زهير بالحسين. وفي رواية لا، قالت: يا زهير لا والله لا فارقتك، بل أحيا معك وأموت معك، وأنت تواسي الرجال وأنا أواسي النسوان من عائلة الحسين. بس أعطني بالك شوية، أنا ما رحت بك بعيد ترى، يعني ما أمللتك أنا، ما رحت بعيد. وسار الحسين وكم في طريقه، مثل ما قلت لك، وكم في طريقه، وهذا التاريخ من مكارم الحسين وفضائل الحسين والعبر والدروس من مسير الحسين واجد، ما يجزيها لا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث ولا أربع. وصدقني لو واحد بيقرأ في مسير الحسين من مكة إلى كربلاء
10 ليال فيه ساعة، ولا يسقط الميسور بالمغسور، وفي القليل إن شاء الله كثير. وسار الحسين حتى نزل شراف ممسية، وبات فيها، بات في منزل يسموه شراف. أصبح الصبح الفجر وصلى، وبعد أن انتهى من الصلاة قال لأصحابه: أصحابي استسقوا من الماء وأكثروا، لا تخلوا لا أداوة ولا مطارة ولا قربة ولا أي حاجة تحمل ماء ملوها. وهذه من فضائله وكراماته، حتى يقولون قال له واحد من أصحابه: ليش أبا عبد الله هذه حاجة غريبة، شو كل ما نزلنا منزل واستسقينا ما تحث عليه، ما تحثنا عن الحث ولا تنص علينا النص، وايش في؟ قال: سترون. وأكمل أصحاب الحسين استسقاءهم وارتحلوا من شراف وساروا حتى انتصف النهار. وإذا واحد من أصحاب الحسين يصيح: الله أكبر، قال أصحاب الحسين: كبرت كبيرة وعظمت عظيما مكبر. قال: رأيت النخل، يعني بنلقي عصا الترحال، بنفرغ من وعثاء السفر، وصلنا لبلاد الكوفة الخضراء. فقال رجل من أصحاب الحسين: والله يا هذا رأيك محترم، لكن ما احترم رأيك، أنا خبير بهالطريق واجد، والله ما أرحد فيه نخلة قط. وإذا بالحسين يقول: إذا أصحابي تأملوا جيدا، ماذا ترون؟ وش تشوفون؟ تأملوا. قال له واحد: يا أبا عبد الله كفاك الله، والله نرى آذان الخيل وأسنة الرماح، هذا الجيش جاي، نرى آذان الخيل وأسنة الرماح، إلا ما ندري عاد هالجيش جاي إليك جاي عليك، ما ندري. الحسين يعرف المصير، فقال: أصحابي أما لنا ملجأ نلجأ إليه فنجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجوهنا؟ قال واحد: بلى يا أبا عبد الله، هذا ذو حسم أو ذو جشب عن يسارك، إن سبقت إليه فهو حصن منيع كما ترى. فتياسر الحسين، فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل وأسنة الرماح، كأن أسنتهم الياغاسيب، النحل يعني اللي تقرص، وكأن راياتهم أجنحة الطير. واستبقنا إلى الجبل فسبقناهم إليه، وأمر الحسين بضرب أبنيته وإنزال العائلة، وإذا هو الحر في 1000 فارس، وقد لوحهم العطش وغيرت وجوههم الشمس. فسلم الحر على الحسين عليه السلام. قال الحر: يا أبا عبد الله بنموت من العطش، وش فيه؟ تقدر تسقينا؟ الله يجازيك خير. فقال: نعم. ثم التفت إلى أصحابه وقال: ما سأل، أنت لنام علينا قبل، يراعي خواطر أصحابه يعني. اسقوا القوم وروهم ورشفوا الخيل ترشيفا. فهب أصحاب الحسين وعرفوا ليش الحسين حثهم على الإكثار من الماء، كأن علم غيب علمه يعني.
وسقوا 1000 فارس و1000 فرس، وربما سقى الحسين بعضهم بنفسه. علي بن الطاغان المحاربي يقول أردت أشرب، كل ما أمسك القربة وأخلي فم القربة على فمي يتسايل الماء، ما أقدر، تيار هواء داخل القربة يبعث الماء يقول. فقال لي الحسين يا أخا محارب اخنث السقا. أنا ما أدري وش معنى اخنث السقا، لغتنا ما أعرف له، أنا دي لغة عراقية. اخنث السقا يعني اعطفوا، فلم أدري ما يقول. فقام الحسين بنفسه وعطف فم القربة ولزمها حتى سقاني. 1000 فارس، ولا واحد فيهم ذاك اليوم اسمع الحسين قال الرمضة يتدور ويتلوى ويصيح، والصيحة تختلط بدماياته، اسقوني قليلا من الماء وحق جدي اني انسى وحسينا. وجرى بين الحسين لما شربوا سألهم يا أخر أنت لنا وعلينا؟ قال بل عليك يا أبا عبد الله، وإني لأذكرك الله في نفسك. التفت، فوالله لئن قاتلت لتقتلن. أنا ما أشوف وياك ناس، العدد اللي وياك ما عندك عدد حتى يقوم ابنه، مو اللي ورانا بعد جايين. فقال له الحسين أفبالموت تخوفني؟ وهل يغدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقول كما قال أخو الأوس، وقد أراد نصرة رسول الله فخوفه ابن عمه الموت فقال سأمضي، وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. وجرى بين الحر وبين الحسين خطب طويل، لكن الحر صلى بصلاة الحسين صلاة الظهر وصلاة العصر. لما صار صلاة الظهر وأمر الحسين مؤذنه أن يؤذن، قال للحر ها صلي بأصحابك ونصلي بأصحابنا. قال لا يا أبا عبد الله، عجيب هذا متى أحصلها أنا؟ والجيش تابع الرئيس. لا أبا عبد الله، بل تصلي ونصلي بصلاتك. كيف هذا؟ كيف يعني؟ وصلى الحسين بالجميع الظهر والعصر، وبعد الفرض في الظهر وفي العصر يعظ القوم وينصحهم ويرشدهم ويحذرهم ويخوفهم. وأمر الحسين أصحابه بالركوب والمسير من ذلك المنزل، فانتظر الحر حتى ركبت عائلة الحسين وركب أصحابه وركب الحسين وأرادوا السير. عرض لهم الحر الجيش وقال ما يصير أبا عبد الله، أنا مأمور إذا لقيتك أن أجعجع بك، ومعنى أجعجع بك يعني يخليك تنزل هني ما تموت ما تروح. إذا لا أدعوك تمشي يا حسين. قال الحسين إذا والله لا أتبعه. قال الحر والله لا أدعوك. قال الحسين يا حر ثكلتك أمك. عجيب تناقض عندك، هذا تناقض. أما تصلي بصلاتي ولا تجعجع بها الجعجعة؟ قال له إيه يا أبا عبد الله، مو أنا أمين على الجيش، أمين لازم أنا أدي الأمانة، لازم أدي الطاعة. ارتفع صوت الحسين ومع الحر ارتاعت قلوب النسوان.
سكينة كانت قريبة من زينب، قالت عمه اشوف الاصوات ارتفعت، صار اللغط، ما ادري والله وش بيصير. عمه قولي لابي يلين لهم القول، شوي شوي يتأنى وياهم الى نجينا نجده، ما عندنا نجده احنا. على كل ارتاعت القلوب، قامت تخفق في الصدور. الحر قال له يا ابا عبد الله انا اسوي لك نصر، قال له قول. قال له تاخذ طريق لا يوديك الكوفه ولا يوديك المدينه حتى اكتب الى ابن زياد ان يعفيني من امرك. انا ما اريد ابتلي بشيء من امرك، انت ولد الزهره انت. فقال الحسين اصحابي هل فيكم احد يدل الطريق على، انت على كيفك، ترى انا ما عندي بعد قدره اكثر من هذه، انت على كيفك ما يخصني. الحسين حسيني وحسينه، كيفك انت؟ هل فيكم احد يدل الطريق على غير الجاده؟ قال الترماح نعم انا يا ابا عبد الله. قال اذا تقدم وحده بنا. والحدى بالنياق يخلي النياق تمشي مسرعه ومشي معتدل، بسط يعني مش ها. والقلوب اللي على النياق تسكن تهدأ ترتاح. والتفت الهواشم على الهوادج ونشروا الاقلام على الهوادج، ونشر العباس العلم على راس على هودج زينب، ها. وتقدم الطرماح وصار يقضي يا ناقتي لا تدغري من زاجري وامضي بنا قبل طلوع الفا. هلا بخير ركبان وخير سافر الرسول الله آل الفاخر الضاربين بالسيوف البوتر يرقق الونه الطاغنين بالرماية اخ السمر السادة البيض الوجوه الغر يا مالك اللبع مغايا الوضاء بشوف أيد حسينا سيدي بنا على الطغاة من بكايا الكفر. والله صارت النياق تزفزف في المشي وارتاحت قلوب العائلة اللي على النياق. ها شلون هذا شلون حدا عاد يدوم، عاد الدنيا تدوم على حالها ما يتغير. ها فترفق بها زجير فترفق بها وما هي الا ناظر دامعون وقلب مروغ لا تزمع جذب البراء. او تدري ربة الخدر ما البراء والنسوق؟ الجواب واشكى ويضياك وحسينا وولي على غائلة الحسين. ها والحدى هذا الحدى اللي حدا بزجر يا زينب الطهرة ومي انت الطهر
تقدر اقول ما ادري تقدر ما تقدر كيفك ما يخصني. انا استغني لسياب وحسينا ومخلدا عظم الله أجوركم. وما زال الحسين يسير والحر يزاير تارة يملغ وتارة يدغ. أين من يستقبل الحسين؟ أعتقد أنك الآن في كربلاء، هذه قطعة من كربلاء. تصور كان الحسين الآن يوصل وينزل على القطعة من الأرض. أجركم الله. بينما الحسين يسير إذ وقف جواد الحسين وحسينا حثه الحسين لم ينخذ، زجره لم ينزجر، بغته لم ينبغث. نزل غن قال جيبوا لي فرس آخر. جاءوا إليه بآخر ركبه فغل به كما فغل بالأول. لم يمشي خطوة واحدة. نزل غن وركب غيره. الرواية تقول حتى ركب 6 أفراس لم تنبغث خطوة واحدة. فدمغت عين الحسين وحسينا فالتفت إلى أصحابه قائلا أصحابي أخبروني ما يقال لهذه الأرض. قالوا يا أبا عبد الله تسمى نوى. قال هل لازم غير هذا؟ قالوا تسمى ذات المراد. قال هل لازم غير هذا؟ قالوا تسمى الغاقر. قال أعوذ بالله من الغاقر. هل لازم غير هذا؟ اللي عنده توضيح يوضح لا حد يخاف. أجركم الله. فكانوا بقول واحدة يا حسين تسمى كربلاء. حياك الله ويا كربلاء، حياك الله ويا كربلاء. تسمى كربلاء. فقال الحسين هي أرض كرب وبلاء. ثم قال انزلوا بنا يا كرام. ها هنا تقتل الرجال، ها هنا تذبح الأطفال، ها هنا تسلب النسوان، ها هنا يركب الشمر صدر الحسين وحسينا. وفي أراضي الغادرية حرب حسين الجواد. وفي أراضي الغادرية حرب حسين الجواد. ركب غرايا المخيب. هاي وزبة يا ولي وما استفاد. وحسينا وإماما. واختصارا نختصر معك. حن بن طه من اسمه باسم وادي كربلاء. حن بن طه من اسمه باسم وادي. أوصد الأصحاب وأخوته والمدان غسايله. يا صاحب حطوا ضغوني وانزلوا بهذه الفلا. بهالأرض حطوا ضغنا ونزلوا بنات الأمجاد. وحسينا ويا الحسين هنا يا صاحبي أنيخو. اركبنا وحطوا الرحال. هنا بنجاهد الأغنى وهنا بنخوض الأهوال.
وهنا الأغدايم نغونا من شرب ماي الزلال وخسينا. وهنا الأغدايم نغونا من شرب ماي الزلال. بعد أقول وهنا يصعد فوق صدري الشمر وبرجله ينغال. وهنا تسبك الحرمنا ونظل صرغة بلوان وخسينا. وهنا تسبك الحريمي وينهتك من الخجاب يسلموا منها مقانقها ويخرقون الاطناب. والى الشام تروح حسرة مربقة فوق الاكتاب صحوة خزينة. والى الشام تروح حسرة مربقة فوق الاكتاب. والغدا يطوفون بيها من بلاد الى بلاد وخسينا. باب البيت او جدي المرسل وغدني بالارض بقصري وولي الخزين. او جدي المرسل وغدني بهالارض بقصري واخوتي وجملة اولادي تنذبح حتى الرضيع. ولا الرضيع نادي وخزينة. يا والي يا والي يا والي ورخانة تلادي جرت بالدم دموعها من يوم قالوا كربلاء يا اتخنت ضلوعه. صاحب قلب موجوع وخزينة وآيس من رجوعه وويلي على المظلوم. تقبل يا ربي منا هذا المجلس بأحسن قبولك يا كريم. ارحم يا ربي موتانا وموتى الجالسين ومن مات على الإيمان ولا سيما أخينا وفقيدنا الذي فقدناه اليوم محمود الدار. نقرأ له سورة الفاتحة. جزاك الله خير.